السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل أكلة جميلة كده. أنا عملتها قبل كده بس كانت مختلفة شوية، وهي الكبدة البانيه. أنا عملتها قبل كده بالفيجيتار، النهاردة بقى هنعملها بالردة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنبدأ بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة أنا معايا بشرط بصلة كده، وخدت العصارة بتاعتها اللي هي المية بتاعتها، وثلاث فصوص توم كده، وبرضو دقتهم كويس جدا في الهون. دق يعني دقيهم ناعم خالص او فروميهم في المفرمة، او لو انت عندك توم مفروم حطي زي معلقة صغيرة من اللي هي معلقة الشاي دي ولا حاجة. وبعد كده عصرت ليمونتين، اهو 4 انصاص من الليمون، ده ليمونتين كده. انا معايا هنا زي نص كيلو من الكبدة، يعني الكمية دي لنص كيلو من الكبدة. وبعدين حطيت ملح وكمون وكزبرة وفلفل. وطبعا بتكتري الكمون والكزبرة لان دول روح الكبدة. بتحطي طبعا الحاجات دي حسب الكمية اللي انتي بتعمليها. انا بالنسبة لنص كيلو من الكبدة انا حطيت زي معلقتين من الملح، ومعلقة كده من الكزبرة، ومعلقة من الكمون، والفلفل زي نص معلقة، وليمونتين زي ما انتي شفتي كده، وعصير بصلاية او العصارة بتاعت البصلاية بس تكون بصلاية كبيرة. هنا بقى جبت الكبدة كده وحطيتها في الخلطة اللي انا عملتها التتبيلة دي. اهم حاجة تكوني واثقة من اللي انتي بتجيبي منه الكبدة تكون كبدة صبحة. انا بصراحة جبتها صبحة، كانت يعني صبحة خالص، كانت لسه يعني حتى دافية. بس انا قطعتها وحطيتها في الفريزر، يعني حطيتها في الفريزر زي يومين كده قبل ما اعملها، وطلعتها بقى عشان اجهزها. بعد كده سبتها زي نص ساعة او ساعة الا ربع كده، وشلت من عليها الكيس اللي انا كنت حطاها، وحضرت هنا بقى دي كوباية من الردة. انا خلتها الاول لان لازم تكون ردة ناعمة ما فيهاش تكتلات، وما تكونش خشنة خالص، تكون ردة ناعمة. وحطيت عليها برضو ملح زي معلقة ونص كده، وحطيت برضو نص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الكزبرة، ونص معلقة من الفلفل. والتركة بقى اللي هتخلي معاكي برضو طعمه جميل جدا، بقسماط او فيجيتار. لو عندك فيجيتار حطي معلقه كبيره من الفيجيتار، ولو عندك بقسماط من اللي هو المتبل حطي معلقه كبيره من البقسماط، بس يفضل يكون الفيجيتار، اي نوع بقى فيجيتار. وبعد كده جبت مقلايه هنا زيت، فيها زيت، وسخنت الزيت كده. وبعد كده هديت النار على اساس ان هو ما يتحرقش وما يغمقش الكبده معايا، لان الكبده اللي هي بالرده بتبقى عموما غامقه شويه عن الكبده اللي هي بتتعمل بالفيجيتار. عايزاها تخليها ما تغمقش معاكي، حطي كمان على كوبايه الرده دي، حطي زي نص كوبايه من الدقيق، هيخليها فاتحه معاكي في التحمير. يعني هتطلع فاتحه عن ما هي هتطلع بالرده كده بس بتغمق شويه. فعايزة تجربي معاها الدقيق جربيه عادي، لكن انا عادة بعمل بالردة او بعمل بالفيجيتار لوحده بس. اهي شايفين لونها عامل ازاي؟ جميلة جدا، ومش قادرة اقول لكم بقى على الطعم كان عامل ازاي. جربيها كده بالطريقة دي هتعجبك جدا جدا. طبعا هي مش افتكاسة ولا حاجة، بس انا الحاجة اللي زودتها من عندي اللي هو معلقة الفيجيتار على الردة. كتير ناس قوي بيعملوها بالردة، بس بيعملوها بالردة بس كده، بيحطوش عليها توابل ولا اي حاجة. اهو زي ما انت شايفة كده انا طلعت من القطعة الاولانية دي، وبعد كده بشوف بقى اللي اتحمر وبطلعها وبصفيها. دي الكمية اللي اللي طلعتها، وبعد كده حطيت كمية تانية وبرضو بصفيها من الزيت كويس. يفضل تطلعها على مناديل او على مصفى كده تنزل الزيت بتاعها، عشان ما تبقاش مليانة زيت طبعا، إيه كوليسترول يعني ودهون والكلام ده. اهي طلعت كده دي اخر حاجة معايا، او لو لسه معايا كان حتت كده يعني. اهي دي حتة اهي، وبرضو هحط حتت كده اللي هي يعني كانت في التقطيع مش سليمة اوي. اهي الحتت دي كده، دي اخر حاجة معايا اهو. برضو كده خلاص، تكوني مهدية خالص عليها عشان تستوي من جوه. وبعد كده خلاص طلعتها، وجبت طبق بقى كده قطعت فيه جرجير او كزبرة
او خس اللي انت عايزاه. انا كان المتاح عندي جرجير فقطعت جرجير كده حتت عشان هناكله معاها اصلا، يعني مرضتش اقطعه اصغر من كده لان هناكله معاها. اهو رصيتها بالمنظر ده كده. شايفين الزيت بقى كله نزل في الطبق اهو. عشان كده بقولكوا يفضل تتحط على مصفى عشان تنزل الزيت اللي فيها. وبرضو هحط شوية جرجير كده من فوق اللي هو يكسر اللون، يعني انتوا عارفين العين بتاكل قبل البق، فلازم يعني تكسري اللون بأي حاجة وتقدمي الطبق بشكل حلو. انا كنت بصراحة عاملة معاها مكرونة. عايزة تاكليها بالعيش الفينو براحتك، عايزة تاكليها بالعيش السياحي براحتك، اللي انت عايزاه. إيه مكرونة اللي انت عايزاه ممكن تتعمل على فكرة مع رز معمر، هتبقى جميلة برضو. بس انا عملت معاها مكرونة سباكيتي كده بالصلصة وكان طعمها جميل جدا، مش قادرة اقولكم. شايفين بقى الجمال؟ حلوة جدا وطعمها حلو وما خدتش وقت خالص، يا دوبك بتتبليها وتقومي حطاها في الزيت وعلى كده. لو وصلتي لحد هنا بقى وعجبك الفيديو، يا ريت ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.